زمان انا. كلها جايه الفتره الجايه هناخد كوبي رايت كده. الدنيا في الهص هص خالص. عملنا لغايه دلوقتي 7 مشاوير يا باشا، والعداد بتاعنا لغايه دلوقتي 47 كيلو. ماشي، هنشوف بقى نعمل ايه. انا جوعت دلوقتي، هنزل بقى ادور لي في اي منكش كده اكل اي حاجه عشان اجوع. ايه الاخبار؟ رحنا ضربنا واحد بازوكا. نجرب بقى، اول مره نجرب بازوكا ده. كلنا الحمد لله. الكيلو ب50 جنيه يمكن هو ولا حاجه. ايه رايك؟ 2 كيلو ب100 جنيه. اللي يبقى معانا ونشوف هتعد يجيب كام. اديني وانا ضايع، اديني في البتنجان. فين يا استاذ؟ تعال ارجع ورا. عدت ال 500 جنيه. نسيت اقول لكم كمان، ده النهارده السبت. ماشي، النهارده السبت بتاع 18/10 18 اكتوبر اللي الدنيا فيه مريحه. اما نشوف بقى بكره الحد هيبقى الدنيا عامله ازاي. كده النهارده السبت. عديت وانا لسه واقف. الشغل ده بتاع ايه؟ بتاع يوم السبت بس كده. يلا باي. صباحكم ورد يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده اول اوردر بعد غلاء البنزين. ايه رايكم في الكلام ده؟ اول اوردر يا باشا عند المطبعه بتاريخ النهارده 18 يوم السبت. البنزين غالي امبارح الجمعه، صح كده؟ اوردر حوالي 6-7 كيلو، هوريهولكوا بعد ما يخلص ان شاء الله. من عند المطبعه هنا فيصل لحد كده ناحيه الحته اللي فيها محطه القطر او حاجه زي كده. ماشي، كان جاي لي بكام؟ ب 85 جنيه. هنشوف لما نخلص اوريكم سكرين. يا جماعه خلصنا الاوردر اللي كان ايه من المطبعه ورايح الجيزه كده ناحيه محطه القطر ولا مش عارف ناحيه ايه. المهم سبحان الله سالتها كده باكد عليها، بقول لها عند محطه القطر ولا فين؟ تقول لي لا مش في الجيزه، عند جامعه الدول، جامعه مصطفى محمود. قلت لها لا خالص، انا شفت الاوردر بس كنتش لسه بدات وكان عدى انتظار شويه. فقالت لي لا هو كذا. قلت لها طب هو، قالت لي احنا مش بنتنا فوق اللي طالبه واحنا معناش نعدل وبتاع. قلت لها خلاص اوديكي عادي بس هيبقى فيه زياده يعني في الرسوم. فقالت لي كام؟ كان هو 85 تقريبا الاوردر. فقلت لها كده يبقى ب 140. قالت لي ليه ومش ليه، احنا بنطلب على طول وبتاع. قلت لها هو بصراحه كده وكده كده البنزين لسه غالي معلش يعني. فانا اصلا باخد الاوردرات دي في الغالب هنا، باجي جامعه الدول دريك من فيصل 120 130، ها زيدنا شويه. فالمهم وافقت. قالت لي طب خليها 130 وبتاع. قلت لها صدقيني كده من الاخر. فقالت لي خلاص توكلنا على الله. قمنا خدت الاوردر منها. وافقت يعني، وتوكلنا على الله. وديتها عند جامع مصطفى محمود ورا هنا. فنزلت خدت الحساب، بخلص الاوردر بتاعي اللي هو المفروض كان في الجيزه كاك. جاب لي 90 جنيه عرض ترويجي مش عارف ايه، رسوم انتظار. يعني هي ما كانتش هتفرق في التكلفه. ماشي، وخدت الفرق اللي انا اتفقت عليه معاها وظبطت نفسي. المشوار بقى كان من هناك. اما انا كتبت مصطفى محمود وانا واقف عندها هناك جاب لي 10 كيلو، وانا رحت لها حوالي في كيلو او اقل من كيلو، حاجه بسيطه يعني. كله على بعضه 11 كيلو. 11 كيلو كام يا باشا؟ 140. طبعا هو بالاضافه لل90 يعني هو كله على بعضه 140. فانا قلت لها حوالي هتزيد 40 جنيه على الاوردر بتاعك وكده يعني. قالت لي كام كله؟ قلت لها هاخد 140 جنيه بس. فده اللي انا خدته منها كله، خدت 140 جنيه. حلو بس يعني. حتى لو كان اوبر عدي ما كانش هيبقى بالكتير هيزيد 10 جنيه ولا حاجه. فاظبط نفسك، خلي البنزين يغلى عادي، هنتعامل. هنشوف بقى اخر اليوم هنعمل ايه النهارده. والنهارده سبت وجو مريح، يلا نشتغل. بس الحلو ان هو يعني هي مش كلها سلبيه. السلبي الايجابي في الموضوع ان النهارده السبت مريح بس تلاقي الدنيا بص فك الشوارع حلوه، مفيش خنقه. بكره بقى في تحدي اللي انا قلت لكم عليه.
وبالصدفة ان البنزين زاد، فمصلحة بقى عشان ايه الناس هتبقى مهتمة اكتر. فلنا اللقاء بكرة بإذن الله. خلينا بقى نكمل شغل النهاردة عشان انا كده كده عندي بونص وعايز الحق اخلصه، فهنعمل رحلات بقدر الامكان النهاردة كتير. يلا نكمل. كلها جاية الفترة الجاية، هناخد كوبي رايت كده. الدنيا في الهص هص خالص، هص 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 هص. ولما بيجي اوردر بيجي ايه 8 9 كيلو 50 جنيه 55 جنيه. مش مدركين، ما هو طبيعي مش مدركين لان الاسعار البنزين زادت مرة واتنين وتلاتة في وقت اللي انا جيت اشتغلت فيها في الشغلانة دي، وما كانش فيه زيادة بتحصل، فطبيعي يعني الزيادة دي كمان عادي، ممكن ما يزودوش عادي جدا. وانا طبعا مش هرضى اقبل بقى المشاوير المهنجة ديت. فاديني قاعد، جبنا القهوة او القهوة. خدت حد من جامعة الدول هناك مصطفى محمود، كان جنبي يعتبر، والكويتي كده ايه زنان شوية، تقييمه مش حلو خالص، بس معرفش للدرجة دي الناس مقيماه مش حلو اوي كده، لان انا خفت قلت حد هيجيلي رخم. انا قابلته كده من الزهق بالصدفة، وبعدين اكتشفت ان التقييم وحش، كان 34. ف مديته، كان سيفر وكويتي وطالب سيفر، طبيعي يقيم كده. ودخل على طول قام فردلي الكرسي، هو طبيعي رجليه كبيره يعني. وديته مستشفى النساء والولاده، ارخم حته في المانيال اصلا. وجيت طلبت قهوه وقاعد بقى حاجه بيض. الحمد لله على البيض، الحمد لله دائما وابدا. اللهم لا اعتراض، اللهم اسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه، هون علينا يا رب. يعني ما مش عارف، يسرها من عندك. فادينا قاعدين اهو، انا اقعد اتفرج على الرحلات دي ويتحرق دمي نص نص، احسن ما اقبل بيها ويتحرق دمي خالص. على ايه؟ ويكون كمان الزبون رخم مع سعر رخم، مش ناقصين. خلينا هادين احسن، خلينا هادين، اننا كده ملمومين لغايه لما تيجي حاجه تمشي الدنيا وطز في ام البونص لو مش هيجي. ده هو كده استعباط، اللي تاخده من هنا يطلع لك هنا، فلا بناقص. خليني قاعد كده بكرامتي. يلا نشوفكم لما نشوف هنعمل ايه. باي. ادينا عملنا كمان مشوار اهو، 7 كيلو ب62.5 من عند المانيال هناك، كان جنبي على طول قصاد العبد. ورحنا بيه هنا جامعة الدول حي العجوزة بس. ادينا مستنيين نشوف ايه تاني، والله المستعان. يا اهلا وسهلا مرة تانية. دلوقتي خلصت كده كام رحلة وجيت بقى على المانيال. هي كل مرة بتصدف معايا بتيجي في المانيال. انا رايح جاي النهاردة جامعة الدول المانيال، صلاح الدين بتاع كده. ركبت كام واحد اجنبي النهاردة. عملنا لغاية دلوقتي 7 مشاوير يا باشا، والعداد بتاعنا لغاية دلوقتي 47 كيلو ماشي. هنشوف بقى نعمل ايه. انا جوعت دلوقتي، هنزل بقى ادور لي في اي منكش كده اكل اي حاجة عشان انا جوعت، واريح لي حبة واريح العربية، مع اني بريح العربية يعني فين وفين بنروح مشوار، والمشاوير كلها 3 4 5 كيلو يعني مش قصة. بس ركنا اهو، ننزل بقى نتمشى هنا كده، ننقنق على اي حاجة نشوف هناكل ايه، ونرجع نستأنف تاني العمل. يلا بينا يلا بينا. اشوفكم بقى على خير بعد شوية كده. ركنت انا هنا بقى، نعمل ايه عند خير زمان. انا وادي العربية اهي، نطلع بقى نتمشى شوية ونشوف هعمل ايه. اول مرة امشي في الشارع بالكاميرا مع انها صغنطوطة اصغر من التليفون، بس الكل بيقعد يبص ويستغرب، مش عارف بقى في ايه. حتى خلعت منها الترايبود اللي بسنده على التابلو وماشي كده. بس المانيال الفقراء جميلة. لما كنت مسافر بره كنت عادي اصور بره عادي، انما في مصر الموضوع غريب.
والناس هنا تقعد تبص لك بصات غريبة مش عارف ايه. حلو أوي كده. عايز أفصل بقى عشان إيه؟ أنا مش متأقلم. كل الناس تبص، كل اللي يعدي بيبصص لك كده بصة غريبة أكنك بتعمل حاجة أغرب منهم، أغرب من بصتهم. فيلا بقى نمشي. إيه الأخبار؟ رحنا ضربنا واحد بازوكا، كله بقى يقعد يبصلي، يقعد يعمل، بس المكان جامد. بص المكان يا بابا. الكشري واصل بتاع بازوكا. نجرب بقى، أول مرة نجرب بازوكا ده. رز بسمتي. كلنا الحمد لله. خدنا مشوار تاني من مكاني في المنيل لحد هنا نادي الصيد. قد ايه؟ 6 كيلو. نكمل بقى. انا نسيت اقول لكم سعره. 6 كيلو ب66 جنيه. حلو الكلام. ودلوقتي الكيلومتر بتاعنا على العداد 53 كيلو ونص. نكمل مشوار من مكاننا على طول. جبنا هنا في فيصل عند حسن محمد قدام كنتاكي. خد كام؟ 83 جنيه. مسافته قد ايه؟ 8 كيلو الا ربع. 7 كيلو بوينت 89. ايه رايكم؟ يعني الكيلو ب10 مرتاح اهو. يلا نكمل، الله المستعان. ايه هلا، عملنا كمان مشوار من جنبينا نفس المكان بس الناحية التانية. خدت شارع كده دخلت على الهرم. قبل الهرم يعني بحاجة بسيطة. كان 4.5 كيلو ب75 جنيه وربع. قشطة. نقعد بقى ايه، انا في الهرم اهو دلوقتي في الحتة المسدودة المقفولة. شايفين السد؟ امتى نخلص منه؟ الناس نسيت الهرم. الهرم مات. يا رب يخلصوا مشروع الهرم بتاع المترو ده واللي بيعملوه ده يخلص بقى. يلا نكمل. ويا هلا والله. نفتح بقى النور كده، الدنيا بدأت تليل. عملنا ايه مشوار دلوقتي من فيصل برضو. هنا بقى ايه، يعني عند شارع العمدة. ماشي. قد ايه مسافته؟ قد ايه؟ اقل من 2 كيلو. 1.99. 2 كيلو الا ايه، 100 متر ولا 10 متر حاجه كده. ده يا سيدي الباشا بكام؟ كان اولويه اكس بريوريتي. كان جاي لي ب 73 جنيه. قبلته، كلمتهم بس قلت لهم ايه، هتستنوني؟ لا انا قدامي 10 دقايق. جايب لي كيلو ولا كيلو ونص. انا قصادهم من الناحيه التانيه بس هنا في الهرم. لما نزلت الزبون بتاع الهرم ده قال لي نستناك. انا قصتهم حريم كده بتاع يمنيين، قلت شكلهم كتار. وزي ما تخيلت كلهم جم ورايا فريق كده منقبين بتاع 4 5 هم بس رفيعين يعني. فجم ركبوا معايا. قلت لهم بس انتوا كده كتير. هم عادي جايين معايا في العربيه واسعه وشايله الحمد لله وعاليه عن الارض يعني. فايه قالوا لي يعني ننزل ولا بتاع؟ قلت لهم اللي تشوفوه. قلت لهم كده ايه. انا ما كلمتهمش. اول ما قابلت حسيت ان هم كتروا فعلا يعني، طلع زي ما انا حسيت. سبت هناك دبستهم وكان عديت وقت انتظار كده وبتاع. المهم جولي. قال لك خلاص. التانية تقول لي اللي جنبي بتاعي قالت لي ننزل يعني. قلت لها براحتك. التانية قالت لي طب نزودك وبتاع. قلت لها طب هو المشوار كان جاي لك بكام؟ فقالت لي ب 73. قالت لي بنديك 100 وتوكل على الله. وهم هنا في كايرو مول. نزلتهم ورايا هنا في كايرو مول. ومش قدام كايرو مول كمان ما لفتش. انا نزلتهم على الشارع اللي هو ايه اخره الفندق، وعلى اليمين كافيه سفاري ده، سفاري 2000. فنزلوا عند سفاري وانا رجعت بداري الحته دي وعدلت وشي وجيت هنا في الشارع بتاع حسن محمد المسافلت ده. انا دلوقتي بين الهرم وبين فيصل. ركنت ونزلت خدت ال 100 جنيه وعشت قوي كده.
بعديها بعد ما نزلتهم الكيلو بقى المشوار حسب بكام، بدل ما هو كان ب 73 حسبه بكام؟ ب 80 جنيه. ده اوبر وزود لي شويه. ماشي اهو اوريكم. ماشي اهو شايفين يعني بدل ما هو 73 بقى 80، زدت بتاع 7 8 جنيه اهو. انا كنت زدت الاجره عشان نحط رسوم انتظار. ماشي الكلام. 2 كيلو اهو في قد ايه وقت؟ 10 دقايق. مفيش احلى من كده. تك تك، لا لف ولا دوران، ومفيش تكسير. من الهرم من فيصل دخلتهم على الهرم على طول على الكافيه. انا عارف السكه. خدت اليوتيرن بتاع حسن محمد ده وطلعت سنه صغيره 10 متر عكس، دخلت بقيت في الشارع اهو. اللفه اهي والشارع اهو، شايفين؟ حته صغيره عبيطه وانا حافظها. الشارع كله مسافلت ولذيذ، وهم نزلوا ورا هنا اخر الشارع. ايه رايك؟ حلو الكلام، حلو الكلام. شوف بقى الكيلو ده بكام؟ الكيلو ب 50 جنيه يمكن هو ولا حاجه. ايه رايك؟ 2 كيلو ب 100 جنيه، وانا رحت لهم كيلو يا عم. يلا يعني كله على بعضه 3 كيلو. ايه رايك؟ مفيش احلى من كده. يلا رايح انا بقى شويه واشوف كده اعمل ايه. انا عملت كام مشوار لحد دلوقتي؟ عملت كام مشوار؟ عملت 11 مشوار. ماشي، مش هقول لكم على كام بقى دلوقتي، خليها في اخر الفيديو الاجمالي. عملت 11 مشوار ولغايه دلوقتي الكيلومتر كام في العداد؟ 72 كيلو. 72 كيلو في العداد اهو. مفيش احلى من كده. اريح انا بقى حب. انا بس بظبط عشان بكره اخر يوم عشان البونص، فهشتغل لي كام مشوار كمان، يعني اكثر 15 16 مشوار كده وايه مروح. انا كده بالنسبه لي قشطه، بس انا مستخسر البونص ده، عايز اخده بونص حلو. فنشوف لغايه الاخر هنعمل ايه، عداد قد ايه وفي الاخر فلوس قد ايه. ويلا بينا اشوفكم بقى ايه باقي المشاوير. نادر قوي اللي بيدوا الاكراميات دول، ما بتجيش في الغالب 90 او 99 كمان في المية. اكراميات بتجيلي من بس الاجانب، سواء اكرامية بيبعتوها على البرنامج او بيدوني كاش مع الفلوس لو بيدفعوا الرحلة كاش. سبحان الله. وديت النهاردة واحد كده من عند جامع عمرو اللي هو في الجيزة ده جنب المانيال لحد القلعة بتاعت صلاح الدين دي. ماشي اهو المشوار اهو في مصر القديمة اللي عند سور مجرى العيون. المشوار بتاعه سعره كان كويس اصلا، 4 كيلو ونص ب77 جنيه. اوبر اكس، راجل اسباني وقال لي مقيم في فرنسا وشغال هنا في مصر، وبالمرة بينزل كده يتفسح له شوية. ما شاء الله يعني لقيت باعت لي الاكرامية، ببص على التوتال يعني الفلوس وبتاعه كده، لقيته باعت لي الاكرامية بتاعته. كان باعت 30 فنرسل له كلمة شكر. راجل محترم بصراحة يعني. ولا 20 انا شفت بره 30 معرفش. المهم هو ده. تقريبا الاجمالي كله 77 عشان هو قدم الاكرامية. يعني المشوار الاول كان 57 على 4 كيلو. تمام ماشي. كان الكيلو برضو واقف ب10 وكسور. هو بعت الاكرامية بقى تمام. يشكر، جزاه الله كل الخير. ناس محترمة. هم في الغالب الاجانب اللي بيبعتوا، مش اجانب عرب، اجانب يعني اوروبيين، مكسيك كده يعني، اوكران، ايا كان. الاكرامية التانية ال10 اهي بتاعت المشوار اللي تحته. ده بعت، اصل انا شفت بره 30، ده بعت 20 وده بعت 10 اللي تحته. ده اديت 2 اجانب النهارده. الاجنبي التاني خدته من نفس المكان اللي نزلت فيه الاولاني عند القلعه، وجبته عند نفس المكان عند جامع عمرو. معرفش رايحين جايين على الحتتين دول ليه. نبعت له كمان كلمه شكر. سبحان الله يعني، جزاهم الله خير. يا لا والله خدنا كمان مشوار حلو من فيصل هناك كده من جنابين طه. قد ايه مسافته؟ 9 كيلو ونص.
ماشي. لا مش 9:30، 10 الا ربع. ب132 جنيه. حلو. جبنا فين؟ عند المهندسين شارع البطل. نقعد بقى نشوف مشوار تاني يجيبنا كده ايه في القريب، يعني هنشوف، احاول. الساعة دي فيها شغل حلو تصدقوا. الساعة 6:30 دلوقتي. يلا نكمل. يا هلا. جبنا قهوة على سبيل ايه، ان انا يعني افوق واظبط لي مشوارين كمان. قهوة للمرة التانية. واحدة بتاعت الصبح كانت من العبد في المانيال، واحدة من الكافيه اللي جنبينا ده في المهندسين شارع البضل عند 31 جول جمال. بس ايه الارقام والعناوين الكبيرة دي؟ انا اول مرة اشوف ارقام ضخمة كده تصدقوا. جول جمال 30، جول جمال 31، هناك اهي جول جمال 33. اليافطة هنا ضخمة اوي بتاعت الرقم بتاعت العمارة. هي كلها على بعضها بتبقى قد الشبر او نص شبر، اللي هي الزرقاء دي اللي بيبقى مكتوب عند المدخل رقم العمارة. هنا بقى ايه قد التلفزيون. ضخمة شكلها غريب. هي حلوة واضحة، بس انا حتى استغربت، كنت هتريق على الولية واحنا داخلين، فبقول لها هنا تمام انا ماشي على اللوكيشن، فبتقول لي عند 31. كنت عايز اقول لها ايه وانا بواب هنا يا ولية انت؟ شغل البوابين ده اكتر حاجة بتغيظني، لما حد يكلمني في العموم يقول لي عمارة 5، عمارة مش عارف 22. وانا بواب وانا من هنا يا ابني. انت ما تقوليش عمارة كذا، وانا شغل البوابين ده انا مالي انا. تحياتي لكل بواب يعني، مش قصدي حاجة، بس انت بتعاملني على اساس ايه؟ ان انا من العمارة بتاعتك تحت، ولا العمارة اللي جنبكم في الشارع التاني؟ هتقول لي ولا طالب مثلا ديليفري، طالب سمك ولا طالب كبدة، تقول له عمارة 3 ولا عمارة 2؟ اما انا بلف المحافظة كلها، شارع كذا ماشي اسمعك، على ناصية كذا ماشي علامة مميزة، انما تقول لي واقف عند عمارة 3؟ هات امك. بس هنا بقى بص، جيت ببص اهي باينة قد كده من بعيد. المهم خلينا نضرب القهوة دي ونعمل مشوارين عادلين ولا حاجة نظبط اليوم. بس الحمد لله هو مرضية، بس ادينا بننجز ماشي. بتهوشني. واد صغير ماسك علبة في ايده وعمال يحدف لي كده اكنها هتيجي عليا. انا مريح. نكمل بقى. انا اتفقعت، يا ريتني ما جبنا القهوة. بقالي نص ساعة قاعد عند جول جمال ده ومفيش اي فايدة، مفيش حاجة راضية تيجي ولا حاجة راضية تتنقل على دماغ ابوها. الحمد لله على كده. شربت القهوة على الفاضي. اطلع امشي بقى اروح، بس نجهز لتحدي بكرة بتاع الحد. نجهز لتحدي بكرة بتاع الحد. السلام عليكم. بقول لك يا هندسة، انا لو طلعت كده هلاقي البنزين على يميني صح؟ تمام شكرا ليك. نجهز بقى ايه لتحدي بكرة. نجهز لتحدي بكرة. العربية دلوقتي فيها نص تانك اهي، معلمة نص معايا، انا هفولها دلوقتي. هديها اول تكة، هديها اول تكة. الدنيا واقفة كده ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هنخش مع بعض دلوقتي على البنزينة، نعبيها بنزين وهشرح لكم ليه. ماشي؟ خليك معايا، خليك معايا تكسب وتربح. طب نخش التانية، نخش التانية بقى وخلاص. نخش دي وخلاص، نخش دي وخلاص. هي كان في موبيل هنا، موبيل هنا، الدنيا واقفة. نخش دي. الله على السعر الجديد، 19 ربع 92، 21 95. حلو اوي 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 الكلام ده. خش بقى. يقول لي مفيش بنزين بالمرة، ابدن عليا. هتبدن؟ اه بيقول لي تعالى، بيقول لي 2
92 يابا. اول تكه يا كبير. عايز مناديل، عايز محطة. ربنا يسترها. شدوا بس. ايوه اول تكه. فيزا. لا هدفع لك كاش عادي. اللي بقى معانا ونشوف هتعد يجيب كام. اديني وانا ضايع. اديني في البتنجان. اديني يا استاذ. تعالى ارجع ورا. عدت ال 500 جنيه. أول فصلة. طب حطوا ب5 كمان. بس كده 30 لتر و900 مللي. وقول 31 لتر. ماشي كده. ماشي 300 400 500 600. هو خد 5 جنيه كده. حلو أوي. وأنا عبيت 31 لتر. اللفة من ورا. ها؟ في زيت ال5 لتر. طول بس دخل. ماشي. مفيش أصلا. فاكس. يلا حطينا 31 لتر 600 جنيه ببقششهم. حلو على اول تكه. ده تحدي بكره يوم الاحد ان شاء الله. ماشي. انا دلوقتي هطلع اروح على البيت، واول ما اوصل البيت بقى اقول لكم النهارده عملت قد ايه كام كيلو، واوريكم بقى اجمالي الفلوس اللي عملتها النهارده، لان مش لاقي حاجه اروح بيها. عملت واجهه مش نافع، قلت افتح اي مشوار تاني لغايه الواجهه برضو مش لاقي. ماشي. انا افتح لوكيشن والله، بقعد جنب البيت وبتوه ولازم افتح لوكيشن. عيب فيا والله، عيب فيا. عيب ده عايز احفظ. جايب لي 10 كيلو للبيت. ماشي. هنحرق لنا كام في ال10 كيلو دول؟ نص لتر مثلا ولا مش عارف والله الاستهلاك بالظبط، يعني حاجة بسيطة. اعمل بقى حسابك دلوقتي ان انا ماشي 10 كيلو فاضي، مش شغل. 10 كيلو للبيت، من المهندسين للبيت. ماشي. انا بقى كده هروح ونقعد قوي. سترت لحد كده بنقص. يا رب. فكرة التحدي بقى ان انا فولنا بس عشان مسايق ببقى بسقط. تعبت بقى شوية. التحدي بكرة الحكاية.
تحدي هيتم يوم الأحد الصبح. كده انا فولت. هعمل شغلي بكرة وربنا يعين اقدر اقفل البونص. ماشي، بكرة لحد بداية الاسبوع نشتغل ونديها. يلا يا عم انت هو امشي بقى. نديها بكرة شغل ان شاء الله لحد اخر اليوم. واجي في اخر اليوم وانا مروح اقوم ايه مفول تاني الاول تكة ونشوف عملنا قد ايه بنزين. البنزين بقى شايل همه ولا ايه الدنيا مع شغلي اللي انا بشتغله بنقاوتي اللي انا بنقيها للمشاوير وكده. نشوف عملنا قد ايه بنزين. والله فايدة ليكوا وليا يعني، على الاقل اعرف هي بتعمل ايه دلوقتي. انا هي بالنسبة لي كده بالشبه يعني، ليها متوسط تقريبي. ماشي، فنشوف بكرة هنعمل ايه. ادينا رقعناها ب 600 جنيه الاول فاصلة. بكرة برضو نديها واحنا مروحين لاول فاصلة. ماشي الكلام، ونشوف عملنا ايه بالعداد برضو بكل حاجة وبشغلنا. انا دلوقتي على كوبري الدقي مروح رايح على الجامعة. قشطة قشطة. نعيش بقى شوية اقضيها مع نفسنا ملاكي. اقفل بقى اللوكيشن ده ملوش لازمة بالنسبة لي، بس انا بس الدخلة من هناك اوقات ما بجمعش يعني. يلا بينا. يا الفترة الجاية مصلحة جاية يلا عيشها وسيبها على الله، واللي سابك سيبه بالمرة، من حياتك طلعه برا واعلن لهم باي 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 باي. يا اهلا وسهلا من البيت للبيت. النهارده عملنا كام كيلو بالصلاة على النبي؟ عملنا 92 كيلو ونص. تمام، هنقف هنا بقى دلوقتي. انا خلاص داخل على الشارع بتاعنا عشان بس ما اقفش جوه بقى وافضل كده ايه وده يجي يبص وده بتاع، فيعني بقف على الناصية كده. ماشي، ادينا بدأنا انتظار. 92 كيلو. ماشي ماشي. بص بقى كده العداد اهو جوه 92 كيلو ونص. تمام تمام. نقف بقى كده شويه ونفتح التليفون ونجيب اوبر. تفتكر عملنا ايه النهارده؟ قبل ما نخش ونشوف متنساش تصلي على النبي واذكر الله واعمل لايك واشترك في القناه لو مهمك المحتوى. شجعني كده، حسسني ان الدنيا شغاله. ماشي، يلا بينا عشان ما يحرقش معاك كتير. ادي يا عم الاوبر. ماشي، كام يا باشا؟ 12 مشوار 959 ونص. وكان في الصبح المشوار اللي انا قلت لكم عليه ده اللي زدناه 40 50 جنيه. ماشي، والخمس بنات اللي انا ركبتهم معايا دول النهارده برضو زودنا حوالي 30 جنيه. يعني قول يا عم 1000 1010 1020 زي ما تقول، قول 1000 جنيه. ماشي، و92 كيلو ونص. احسبها وقول لي عملت كام في الكومنتات. يلا نشوفكم على خير في فيديو بكره باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم كمان ده النهارده السبت. ماشي، النهارده السبت بتاع 18 اكتوبر اللي الدنيا فيه مريحه. اما نشوف بقى بكره الحد هيبقى الدنيا عامله ازاي. كده النهارده السبت 12 رحله من البونص بتاع ال30. بكره عايزين نعمل البونص. يجي بقى ما جاش، يلا هو ونصيب. حبيت بس انوه لكم الشغل ده بتاع السبت. ماشي، الشغل ده بتاع السبت اهو. العداد انا لسه واقف.
الشغل ده بتاع ايه؟ بتاع يوم السبت بس كده. يلا باي.